نيرمان كيمان آس نوشاجة أنات هداي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المصريين القدماء كانوا بيتكلموا بالطريقة دي. هو صحيح إن دلوقتي اللغة دي ما بقتش مستخدمة، بس هي لسه عايشة جوانا في صور كتير من غير ما ناخد بالنا. والشيء الجميل إن في كتير من المصطلحات والتعبيرات دي الإكسبريشنز اللي كانت مستخدمة في اللغة المصرية القديمة فضلت موجودة في لغتنا العامية، لكنها اترجمت للعربي. مثلا تعبير عامل إيه؟ أنت عامل إيه؟ مفيش في اللغة العربية حاجة اسمها ماذا تفعل أو ماذا تعمل بمعنى إزيك، لكن في كيف حالك. عامل إيه دي ترجمة حرفية لأكر أو أردن أو، يعني عامل إيه أو عاملين إيه، كيف حالك كيف حالك. يعني أجدادنا لما بدوا يتكلموا عربي من حوالي 1000 سنة تقريبا كانوا بيترجموا المصطلحات اللي بيقولوها في لغاتهم الأصلية، اللغة المصرية القبطية، للغة العربية بطريقة تلقائية، زي ما أي أجنبي دلوقتي بيتعلم عربي أو أي لغة تانية غير لغة الأم. مثال كمان، كلمة اللي، زي إيه اللي حصل، إيه اللي بعده. دي كمان ترجمة حرفية للتعبيرات دي في اللغة المصرية القديمة، زي أو بدافشوبي، إيه اللي حصل، أو باد مننسوف، إيه اللي بعده. باد معناها اللي. في اللغة العربية بنقول ماذا حدث أو ماذا بعد، مش ماذا الذي حدث أو ماذا الذي بعد. بطريقة أوضح في العامية المصرية مش بنقول إيه حصل أو إيه بعده، لكن بنقول وبنحط بطريقة تلقائية كلمة اللي في النص، إيه اللي حصل، إيه اللي بعده. مثال كمان، لما نقول مثلا فلان هو قاعد في مصر أو في اسكندرية، افهمسي خنكامي يا راكودي، أو قعدت عنده يوم كله مثلا، أيهبوس ههداف إن أوهو. أو مثلا لما نقول قاعد في همه، افهمسي خن بفرقوش. في اللغة العربية بنقول مكث أو أقام في المكان ده، مش بنقول جلس. كل التعبيرات اللي فاتت دي مجرد أمثلة على كلام كتير بنقوله في حياتنا اليومية بطريقة تلقائية من غير ما نفكر إن التعبيرات دي أصولها مصرية. وبالمناسبة كلمة اللي فاتت دي اللي أنا لسه قايلها الصيني برضو تعبير مصري قديم بيعبر عن الزمن الماضي بمعنى السابقة، فاتت عدت. في العربي بنستخدم كلمة السابقة، لكن كلمة فاتت أو الفائت ليها معنى مختلف، بمعنى اتنسى، ما تلحقش، أو مست بالإنجليزي. كل الأمثلة والتعبيرات دي موجودة في مخطوطات قبطية قديمة. وزي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت إن كلمة قبطي معناها مصري، وإن الهيروغليفي والقبطي هم خطين للغة واحدة بس هي اللغة المصرية القديمة. وزي ما قلنا برضو إن الميزة العظيمة في الخط القبطي إن هو الخط الوحيد ما بين كل الخطوط المصرية القديمة اللي كان دايما بيكتب التشكيل والحروف المتحركة الفاولز. يعني من الآخر إن الخط القبطي هو الخط الوحيد اللي بيخليني أعرف النطق المظبوط للغة المصرية القديمة. ونشوف المثال ده من كتاب شامبليون اللي هو فك رموز حجر رشيد والكتابة الهيروغليفية. قصاد كل كلمة بالهيروغليفي حاطط المقابل القبطي، وهو على فكرة كان درس قبطي وده اللي خلاه يعرف يفك الرموز. بس مثلا ناخد أول مثال فوق كلمة تشاك اللي هو يسقف، بالهيروغليفي مكتوبة تش وكده، طب هنطقها ازاي؟ القبطي موضح لي ان في حرف هناخد مثالين صراع كده. هو تحت في كلمة ريمي معناها بيعيط يبكي، هي بالهيروغليفي مكتوبة رهمين رهميم، في احتمالات كتيرة للنطق. القبطي وضح لي ان هي ريمي.
آخر مثال كلمة حياة اللي هي أنخ أنخ عنخ، برضو في الهيروغليفي هي في القبطي، لكن القبطي بيخليني أعرف أنطق الكلمة بطريقة أوضح. وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله.